وسهلا بيكم في فيديو جديد وشكل جديد ولوجو جديد للقناة. قبل ما ابدا عايزه ارحب بكل الناس اللي اشتركت مؤخرا في القناه. يا رب القناه تعجبكم وتستفيدوا منها وتاخدوا المعلومات بطريقه سهله ولذيذه ومش ممله. فما تنسوش ان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. الاسبوع اللي فات عملت فوت على المنتدى باخد فيه رايكم ان انا هبدا سلسله فيديوهات جديده، فانتوا حابين السلسله دي تكون عن ايه؟ والاختيارات الاكتر كانت تصحيح مفاهيم خاطئه في التحاليل الطبيه، وده اول فيديو في السلسله، فتابعوا الفيديو للنهايه. تخيل ان كوبايه القهوه الساده اللي بتشربها الصبح في بدايه اليوم او حبه فيتامينز اللي انت بتاخدها الصبح ممكن تخلي الدكتور يشخصك بمرض مش عندك، او الاسوأ ان هي تخفي مرض موجود فعلا. ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة هنتكلم مع بعض عن 10 كوارث بنعملها قبل ما نروح نحلل بتبوظ النتائج تماما. الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية على غير العادة، ولكن حرفيا كل دقيقة فيه ممكن توفر عليك فلوس تحاليل بتتعاد او قلق ملوش لازمة، فركز للآخر. اول خطأ بيأثر في نتيجة التحليل هو خرافة الصيام عن الاكل بس. يعني ايه؟ يعني المريض بيفكر ان هو يصوم بس لو شرب كوباية قهوة سادة او حتى شاي سكر دايت الصبح علشان بس يفوق، ده مش هيأثر في النتيجة. والكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان الكافيين في القهوة بيحفز انزيمات الكبد وبيعلي السكر في الدم عن طريق افراز هرمون الادرينالين، والسكر الدايت اللي انت بتحطه في الشاي ده بيحفز الانسولين. فالصح الصيام يعني مية بس، يعني مفيش لبان، مفيش تدخين، مفيش حتى قهوة سادة علشان ما يأثرش في النتيجة. الخطأ التاني وهو تلاقي المريض يقولك انا صايم من امبارح العصر، وفي اعتقاده ان هو كل ما يصوم اكتر النتيجة هتكون ادق، وده غلط. ليه؟ لان الصيام لما بيزيد عن 14 او 16 ساعة الجسم بيبدأ يحرق من الدهون المخزنة ويطلع اجسام كيتونية، وده بيغير من كمية الدم تماما وبيدي نتائج غلط لتحاليل الدهون والسكر. فالصح الصيام المثالي هو من 8 ل 12 ساعة في تحاليل الدهون ومن 6 ل 8 ساعات في تحاليل السكر. الخطأ الثالث وهو كارثة البيوتين. ايه هو البيوتين؟ دي مادة موجودة في اغلب فيتامينات التجميل. تلاقي المريضة راحت تحلل وهي واخدة فيتامينات للشعر والبشرة قبلها مثلا ب3 ايام وما قالتش للمعمل، النتيجة هتطلع غلط. ليه؟ يعني ايه العلاقة؟ البيوتين ده اللي هي المادة الموجودة في اغلب فيتامينات الشعر والبشرة، المادة دي بتدخل في تكنولوجيا أجهزة التحاليل نفسها. وجودها في الدم بيخلي نتيجة الغدة الدرقية يا إما تطلع عالية قوي يا إما تطلع قليلة قوي، وهي في الحقيقة سليمة. فبالتالي لما النتيجة تطلع عالية قوي أو قليلة قوي الدكتور هيشخصك إن انتي مريضة غدة وهيديكي علاج انتي أصلا في غنى عنه، وهتدخلي في سكة انتي مش محتاجاها. فالصح هو نوقف أي فيتامينات فيها بيوتين قبل التحليل ب3 أيام على الأقل. الغلط الرابع هو الرياضة قبل التحليل. ليه؟ المريض يفتكر ان هو لو راح الجيم الصبح وبعدين راح المعمل عمل التحليل ده مش هيأثر على النتيجة. لا، غلط طبعا، هيأثر على النتيجة. ازاي؟ المجهود العنيف ده بيكسر الخلايا العضلية وبيفرز انزيمات زي السي كي والال دي اتش وبيزود الكرياتينين، فالدكتور ممكن يشك ان انت عندك مشكلة في القلب او عندك مشكلة في الكلى وهي اصلا مجرد تمرينة رجل. فالصح هو ان انت ما تروحش الجيم قبل 24 ساعة من التحاليل الروتينية. الغلط الخامس وهو عينة البول أول نقطتين. يعني ايه؟ يعني المريض يفتكر ان هو ممكن يملى العبوة بتاعة تحليل البول بأي طريقة وعادي مش هتفرق، بس ده غلط. ليه؟ لأن أول قطرات بول دي بتكون محملة ببكتيريا خارجية جاية من مجرى البول، حصل لها عدوى، حصل لها كونتامينيشن. فالصح هو لازم منتصف البول. يعني منتصف البول يعني أول جزء ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين تاني جزء. ده تاني جزء ده هو ده اللي عايزينه في العبوة. الغلط رقم 6 وهو توقيت تحليل الهرمونات. في الاعتقاد الغلط هو ان المريضة تفتكر ان هي ممكن تعمل تحاليل تأخر الانجاب او تحاليل التكيسات في اي وقت عادي مش هيأثر، بس ده غلط. ليه؟ لان هرمونات زي الاف اس اتش والال اتش والاستروجين دي بتتغير بشكل يومي، فلو اتعملوا في وقت غلط يبقى النتيجة دي ملهاش لازمة اصلا. فالصح هو الالتزام باليوم التاني او التالت من الدورة الشهرية. الغلط السابع وهو فوبيا الشكشكة والتوتر، ودي حاجة موجودة عند ناس كتير قوي. طيب ده بقى نعملها ازاي علشان النتيجة تطلع صح؟
المريض بيكون مرعوب من الحقنة، يدخل المعمل وهو بيهنج ومشدود ومتوتر، فالتوتر بيرفع هرمون البرولاكتين وبيرفع هرمونات القلق اللي هو الكورتيزون، فده هيأثر على النتيجة. هيأثر على النتيجة الصح. اقعد في المعمل، استريح من 5 ل10 دقايق كده قبل ما تسحب العينة، وخد نفس عميق، ده هيقلل شوية التوتر، فهيقلل من هرمونات التوتر، فبالتالي النتيجة هتطلع مظبوطة. الغلط رقم 8 وهو ان انت تاخد حباية مضاد وبعدين تروح تعمل المزرعة. ده غلط. ليه؟ لان حباية واحدة من مضاد حيوي كفيلة ان هي تنوم البكتيريا في المعمل، فالمزرعة هتطلع نيجاتيف، هتطلع ما فيهاش بكتيريا، وانت اصلا لسه تعبان، انت عندك بكتيريا. فالصح يا اما تعمل المزرعة الاول، يا اما توقف المضاد الحيوي لمدة 48 ساعة قبل التحليل، ولازم بعد استشارة الطبيب. ما ينفعش ان انت توقف المضاد الحيوي كده من نفسك. الغلط التاسع وهو وجبة العشاء الكارثية اللي بتأثر جدا جدا في النتيجة. ازاي بقى؟ المريض ياكل بط محشي وبط بالليل، ويصوم بعد كده عدد ساعات الصيام المحددة علشان مثلا هيعمل تحليل دهون، وهو مفكر ان هو كده النتيجة هتطلع سليمة وهو صايم وملتزم بعدد ساعات. بس ده غلط. ليه؟ لان الدهون الثلاثية بتتأثر جدا جدا بآخر وجبة، فالصيام مش بيمحي تأثير آخر وجبة. الصح هو ان تكون آخر وجبة قبل الصيام تكون خفيفة ومسلوقة علشان نشوف الدهون الحقيقية اللي في الجسم. الخطأ العاشر والأخير هو قراءة النتيجة بجوجل. طب ده غلط. ليه بقى؟ لان دلوقتي مثلا تحليل زي الCBC هو اكتر تحليل منتشر. المعامل دلوقتي بقت تحط لك سهم طالع وسهم نازل، فانت لما تشوف السهم الطالع على كده خلاص انا بودع وبموت، وتبدا بقى تقلق ومعرفش ايه. طب ده غلط. ليه بقى؟ لان في نسب طبيعية بتختلف من سن لسن ومن راجل لست، فالسهم اللي فوق ده مش معناه ان انت عندك كارثة، مش دايما بيكون معناه يعني ان انت عندك كارثة. الصح ان انت تاخد التحليل، نتيجة التحليل بتاعتك دي، وتروح بيها للدكتور، والدكتور هو يشخصك التشخيص السليم. ودول كانوا 10 اخطاء. يعني اكتب لنا تحت في التعليقات لو انت كنت بتعمل حاجة غلط منهم، او انت كنت بتعملي حاجة غلط منهم. ودايما يعني نصيحتي في كل فيديو تقريبا هفضل اقولها: اعملوا تحاليل روتينية، اعملوا تحاليل دورية، افحصوا يعني الجسم كده، تحاليل اللي هو فحص شامل تتعمل مثلا كل شهر. دي بجد مهمة جدا وبتفرق جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. وبس كده، انتظروا الفيديو الجاي من السلسلة، ان شاء الله هيكون فيديو مهم جدا، وفيديو بيهم ناس كتير قوي، لان ناس كتير قوي عندها الموضوع ده. ان شاء الله هنتكلم عنه، فتوقعوا كده هيكون عن ايه. وبس كده، سلام.